من ضمن سلسلة تصوير ياسر الصاعدي لعيون وادي فاطمة، نقف اليوم على إحدى أقدم وأشهر العيون الجارية في وادي فاطمة، عين أبو عروة. وتقع عين أبو عروة شمال قرية أبو عروة، شمال محافظة الجموم بمنطقة مكة المكرمة. عرفت تاريخيا بوفرة مياهها العذبة، حيث كانت تروي بساتين المنطقة ومزارعها الشاسعة. كما ذكر المؤلف عبد القدوس الأنصاري في كتاب عين العزيزية بجدة أنه كانت في وادي فاطمة 360 عينا من الماء بمقدار أيام السنة الهجرية، وقد جفت معظم هذه العيون أو طمر بالأتربة أو جرفتها عوادي السيول فأتلفت. واليوم مجموع عيون وادي فاطمة الجارية هي 12 عينا، ومن ضمنها عين أبو عروة. وهذه كما تشاهدون دبول العين اللي كانت تمشي فيها المياه في تلك الفترة. عين أبو عروة كانت وافرة بالماء زي ما تشاهدون أمامكم. هذه دبول العين اللي تمشي فيها مياه العين حتى تصب في المزارع. شوفوا طريقة البناء القديمة. طبعا وادي فاطمة استمد شهرته قديما من عيونه الغزيرة، حيث كانت تبنى لها قنوات حجرية وبرك عملاقة لتوزيع المياه عبر شبكة من الجداول والسواقي لتصل إلى البساتين والمزارع. وهذه دبول العين اللي كانت تمشي فيها مياه عين أبو عروة وتصب في مزارع المحيطة والقريبة من هذه العين. والمزارع والبساتين كانت كثيرة هنا حول عين أبو عروة، حيث لكل مزرعة لها قرار من الماء، وجبة كاملة، والوجبة عبارة عن 12 ساعة. وهذه القنوات ممتدة حول عين أبو عروة، حيث كانت تصل تلك المزارع بالمياه. طبعا على امتداد المزارع تمتد هذه القنوات المائية ودبول العين، حيث أنها مبنية من الحجارة. عين أبو عروة تقع شمال قرية أبي عروة بجانب أو بالقرب من حرة النهمية، يعني الحجارة المستخدمة في هذه القنوات المائية زي ما تشوفون قدامكم من الحجارة المحيطة في هذه المنطقة. وتتجه القنوات المائية إلى مراكز لتوزيع المياه في هذه المنطقة. هنا إحدى مراكز توزيع المياه وطرق الري في عين أبو عروة. وهنا إحدى نقاط توزيع الماء المستخدم في هذه الفخاريات المعمولة من طين الحرة القريب من عين أبو عروة. يستخدمونها محابس ونقاط لتوزيع الماء على المزارع. وعين أبو عروة ترتفع عن سطح البحر بمقدار 221 متر، وقوة ماؤها بمعدل 2,500,000 جالون يوميا، كما ذكرها عبد القدوس الأنصاري في كتاب تاريخ عين العزيزية بجدة. وبجانب العين تشاهدون هذه المباني الحجرية القديمة الصامدة رغم الظروف الطبيعية المحيطة ورغم المدة الزمنية القديمة، فإن أغلب مزارع وادي فاطمة القديمة مبنية بالحجارة بطريقة ثابتة وهندسية رائعة وقوية لتحمل عقوم من السيول والطين والانهيارات بالقرب من العين ومصادر المياه. هذه كانت مزارع وكانت جنة في وادي فاطمة. وهنا منظر علوي من هذه العقوم اللي تحيط بالمزارع والحجارة الحامية لهذه المزارع زي ما تشوفون. هذا المنظر كانت هنا في يوم من الأيام مزارع على مد البصر. شوفوا طريقة البناء الرائعة والقوية لحد الآن ثابتة وصامدة لم تتغير. لو يرجع بنا الزمان ونشاهد ما كانت عليه هذه الديار من ظلال وارفة وطيور ناطقة ومياه جارية، نعم هذا ما كان عليه وادي مر الظهران، وكان من أسمائه الوادي الأخضر. نذكر لكم مقتطفات من كتب السابقين والمؤرخين من مر من هنا يوما من الزمان وتزود بمائه وأكل من ثماره واستظل بظلاله، حيث ذكر الأزرقي في كتابه أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار المتوفى سنة 250 للهجرة، كانت تحتوي على 360 خيفا درست أكثرها ولم يبقى منها إلا 45. وذكر الإمام الحافظ أبو الطيب تقي الدين محمد بن أحمد الفاسي في كتابه شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام المتوفى سنة 832 للهجرة، يقول في عام 707 للهجرة النبوية كان الغلاء في مكة وقلت الأمطار سنين متوالية، وكان الماء في مكة يسيرا يحمل إليها من بطن مر وأبي عروة، ويقصد
وادي فاطمة الآن. وفي كتاب صبح الأعشى في صناعة الإنشاء لأبي العباس أحمد بن علي القلقشندي المتوفى سنة 821 للهجرة أنها بقعة بها عدة عيون ومياهها تجري ونخيل كثير والنخل المزدرع متصل من وادي نخلة، وأن بها 24 نهرا على كل نهر قرية، ومنها تحمل الفواكه والبقوليات إلى مكة. وفي كتاب تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار للرحال الشهير ابن بطوطة في محطاته الأخيرة قبل وصوله إلى مكة، حيث قال: ثم رحلنا من عسفان ونزلنا بطن مر ويسمى مر الظهران، وهو وادي مخصب كثير النخيل ذو عين فوارة سيالة تسقي تلك الناحية، ومن هذا الوادي تجلب الفواكه والخضار إلى مكة. وفي هذا الوادي كتب الكثير من المؤرخين وأصحاب التراجم مثل السخاوي والواقدي والفاكهي والطبري والإدريسي والمستشرق السويسري جون بيركهارت والباحث الياباني البروفيسورة موتوكو كاتاكورا، وألفت كتابا بعنوان أهل الوادي يدرس في بعض الجامعات اليابانية. وكل من مر من هنا جعل لمروره بصمة سطرتها أنامله في كتبه ومراجعه.